بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في بعض اللحظات ما حدش بيعرف قيمتها ولا بيحس بيها إلا المغترب، لما يجي يمد إيده علشان يلمس أبوه أو أمه من خلف شاشات باردة، وهو مش قادر إنه يحضنهم أو يكلمهم أو حتى يبوس إيديهم. لحظات بيحضر فيها فرحة أخوه بنجاحه، أو فرح أخته أو أي حد عزيز عليه، برضه من ورا الشاشات وبينه وبينهم آلاف الكيلومترات. أو للأسف الشديد بعض اللحظات اللي بيبقى قلبه بيتعصر فيها من الحزن والألم، وهو بيودع حد عزيز عليه وعلى قلبه، ومش قادر يودعه ويشوفه وينظر له النظرة الأخيرة في وداعه، برضه من ورا الشاشات. الحقيقة إن الغربة ما هياش سفر فقط، لأ، ده بيبقى وجع كبير جدا ساكن جوه الروح. المغترب دايما عايش ما بين الشوق وما بين الخوف، عايش ما بين إنجازات بتحصل له في حياته، وإن حصلت عند البعض، لأن بعض المغتربين حياتهم كلها في دوامة عادية جدا، مش بيحصل على إنجازات زي ما بعض الناس فاهمة، وما بين مناسبات بتعدي وهو غايب عنها، مش قادر يحضرها ولا يعيشها بقلبه بمشاعر حقيقية كأنه موجود. في وجع كبير جدا، وجع البعد. في مناسبات كبيرة جدا ومهمة جدا جدا في حياته ما بيقدرش المغترب يحضرها أو يشعر بيها. ولاده بيكبروا، ولاده بيتولدوا أصلا في الغربة، وبيبصوا على تيتا وجده وخاله وعمه من خلال الشاشات وهم مش عارفينهم أصلا. يقعد يقوله ده جده فلان واسمه كذا، دي تيتا فلانة واسمها كذا. اللحظات دي بتبقى قاسية جدا جدا وصعبة جدا جدا، مفيش أي كلمات تقدر توصفها. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن وجع البعد، وعن معنى الاغتراب الحقيقي، وازاي نقدر نتعامل كمغتربين مع الوضع اللي احنا عايشين فيه، مع الأستاذة أمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم والمتخصصة في تطوير الذات. أهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذة أمال، السلام عليكم. أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى وبمتابعاتك وبطاقم برنامج قوارير. أهلا ومرحبا بحضرتك. بداية، موضوع الغربة والشخص المغترب من المواضيع الحساسة شوية على القلب، لأن أعتقد ناس كتير جدا جدا دلوقتي بقت متغربة، سواء بإرادتها أو بدون إرادتها. فخلينا بداية نعطي معنى الغربة الحقيقي. هو موضوع عميق، وإن شاء الله نحاول إنه نمسك العصاية من النص، لأنه إحنا في موقف حساس أنا وياك أستاذة ندى، إحنا الاثنين بنعيش الغربة وفاهمين الموضوع هذا كويس أكيد وعايشينه. أكيد. فالغربة يعني عموما كامرأة أو كسيدة أعيش هذه الغربة، أقول لك إنها ليست فقط تذكرة سفر. هي يعني أحيانا تكون غربة الروح، يعني الروح بتهاجر الجسد، بتعيشي في مكان، جسدك يعيش في مكان لكن روحك عايش في مكان آخر، روحك عايشة في مكان آخر. بالضبط. هو اختبار للانتماء، لانتمائك لكيانك، لمحيطك، لتاريخك، لثقافتك، لناسك، لأهلك، لكل ما مضى من السابق، في السابق يعني من حياتك. فهو اختبار لهذا الانتماء، وأحيانا يكون اختبار للشعور بالأمان أيضا. من منظور نفسي يعني الإحساس بالغربة يعني يظهر أكثر لما جهازنا العصبي يفتقد إشارات الأمان. يعني لما أكون مثلا في مكان الوجوه غير مألوفة، اللغة غير مألوفة، ليست لغتي، الروائح حولي والطقوس والعادات اليومية التي تحدث في المجتمع
ليست طقوسي أو العادات التي تربيت عليها أيوه، أو اللي كانت في مجتمعي السابق. بالتأكيد. فهنا المشاعر بتكون نوعا ما فيها عدم أمان نسبي. يعني إحنا ما حنقول هو ممكن في الغربة تجد الأمان اللي هو مثلا الأمان على بيتك، على جسدك، على إمم، ممتلكاتك، على أبنائك، على يعني تأمني من هذه الناحية، لأنه في نظام، في قوانين، تطبق أيوه، بحذافيرها وما إلى ذلك. لكن بالتأكيد. الأمان إمم، النفسي اللي هو إني أكون في محيط مألوف مع ناس مألوفة، عادات صغيرة دائما أشوفها مثلا حواليا الناس بتعملها، مجتمعات يعني أعرف طبائعها، متمكنة من التعامل معها. هذه دوائر الدعم الصغيرة مهما كان الابتعاد عنها إمم، بيولد شعور نسبي بعدم الأمان إذا يعني كان بالذات في البداية. طيب في إمم، بداية الغربة، تمام، والمشكلة حتكون لو استمر هذا الشعور بعدم الأمان، لأنه سيتفاقم الوضع ويصبح يعني حالة أو نوع من الاضطرابات اللي يعني لا يحبذ أن تصل إليه المرأة أو للأسف. يصل إليه الفرد يعني آه، في إمم، غربته هذه. نعم. تمام. طيب بعض الناس بتبقى شايفة إن الغُربة ممكن أنت في الأول كده بتكون خايف وقلقان وعندك مشاعر الاشتياق الشديدة جدًا، جدًا، وأي مناسبة بتعدّي بتبكي. بعد كده خلاص زي ما بيقولوا تاخد مناعة بقى، اتعوّدت وبقيت حابب الغُربة وأصلًا مش عايز تنزل، ولو نزلت بلدك بتبقى نازل وأنت قلقان ومش حابب الوضع. يعني كلمينا عن النظرتين دول، هل فعلًا المغترب لمّا بيعيش فترة طويلة في الغربة بينسى الوجع وينسى الألم وأخَد على البُعد؟ جميل جدا هذا السؤال، لأنه حيرجعنا للنقطة الأولى. الآن بالنسبة خلينا ناخذ مثال مثلا كأمهات في الغربة. إيش اللي بنعمله إحنا في تربيتنا لأبنائنا؟ بنحاول نجيب الطقوس المجتمعية اللي إحنا تربينا عليها، العادات مثلا اللي لها علاقة بالدين، لها علاقة بالمجتمع، بثقافتنا، بعادات الوطن. بنجيبها نعيشها في البيت، يعني بنربي أبنائنا عليها. الروائح يعني روائح الأطعمة، يعني هذه حاجة خاصة فينا كمجتمعات، بالذات المجتمعات الشرقية لها يعني طابع ثقافي خاص بها. ولو جينا مثلا على المجتمعات الأفريقية، في روائح زي مثلا رائحة البن، رائحة إمم، طبخات معينة، آه، الإدامات المعينة نطبخها. إمم، هذه إمم، الروائح وهذه الطقوس إحنا بنجيبها معانا من أوطاننا في آه، غربتنا، وبنعيشها وبنعيش أبنائنا عليها إمم، مع مدخلات جديدة من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. إمم، فإيش اللي حيصير؟ حيكون في مع الوقت يعني شعور الانتماء للوطن أو للماضي يخف، لأنه في أشياء جديدة دخلت. طيب، إمم، فالأشياء الجديدة اللي دخلت أو الطقوس الجديدة والمشاعر الجديدة اللي دخلت تبدأ يعني تنغرس، بالذات لو كانت عائلة. إمم، الأمهات والآباء مرتبطين جدا بأبنائهم، فبتلاقيهم يمشوا مع الأبناء، والأبناء أصبح عندهم يعني عادات وطقوس جديدة جاية من الخارج، وأنت مع الأشياء اللي معاكي من الداخل، مع إمم، الطقوس اللي عندك من الداخل وعاداتك وقيمك. فهنا حيكون في توازن جديد ياخذ منحى مختلف عن المنحى اللي أنت تربيتي عليها، أو المنحى اللي آه، ماشي عليه أبناء الوطن أو المجتمع اللي أيوه، تركتيه. تمام. إمم، إمم، الخلطة الجديدة هذه، التركيبة الجديدة أو الشخصية الجديدة اللي تكونت، حيكون فيها يعني حيكون فيها اختلاف كبير عن الشخصية اللي كانت في السابق. فلما إمم، تيجي ترجع للبلد بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، إمم، هنا حتحسي إنك أنت الآن في غربة، وتستغربي تقولي أنا طول عمري عايشة في غربة، ولما رجعت على بلدي أو آه، عند أهلي إمم.
شعرت بغربة، يعني إيش المشكلة؟ بالضبط، هذه هي. وده بنشوفه كتير يا أستاذة آمال، نلاقي ناس مثلًا زي ما حضرتِك قُلتِ بعد مثلًا 10 سنين، 15 سنة نزلت، وبعدين تتفاجئ تقول أنا مش قادرة أتأقلم، أنا مش قادرة أعيش في الوضع ده، مع كامل حُبّي وتقديري لوطني ولأهلي ولأحبابي، أنا اتعوّدت على المكان اللي كنت عايشة فيه، على البلد اللي أنا كنت فيها، هل ده معناه إن أنا زي ما بعض الناس بيتهموهم أنتِ بقيتِ جحدة، أنتِ خدتِ على الغُربة، بدل ما تفرحي في إن أنتِ نزلتِ بلدِك عمّالة تقولي إيه ده والبلد دي عاملة إزاي، إيه التراب ده، إيه الأسعار دي، إيه مش عارف إيه، وعمّالة تتكلّمي أصل هناك كنت باعمل وكأن هناك اللي بتتكلّمي عنه ده بقى وطنِك وده مش وطنِك. فهنا يُلام المغترب يُلام على المشاعر دي والّا هو فعلًا معذور؟ هو شوفي، هو معذور جدًا، ليش؟ لأنه كوّن دائرة أمان جديدة مختلفة عن دائرة الأمان اللي كانت في السابق، ما هو قاعد يعيش تجارب مختلفة ويواجه مصاعب مختلفة عن اللي كان في الوطن، أو عما يعيشه أبناء وطنه، أو عما يعيشه أهله. يعني مو كل مغترب مرتاح تمامًا، هذه نقطة يبغى لنا إحنا طبعًا، نركز عليها. بالعكس، الراحة قد يكون عنده راحة مادية مثلا، أو راحة أمان خارجي اللي هو الأمان على النفس وما إلى ذلك، وحرية في حرية التعبير، حرية الأديان، وهذه المفاهيم كلها قد تكون موجودة. لكن إمم، الأمان النفسي يبدأ المغترب يصنعه بالعادات والطقوس الجديدة، عشان يعني يقلل من مفعول القلق والحزن والحنين اللي بيعيشه. يعني مش معقول حيعيش 15 20 سنة في حنين وقلق دائم بنفس الوتيرة، إمم، لازم حيعالج الموضوع هذا. تمام، وهنا نرجع للنقطة الأولانية اللي قلنا إنه عدم، يعني الشعور بعدم الأمان في البداية، هذه مجرد بداية، والإنسان بيتعامل معها بإنه يبحث عن دائرة أمان جديدة، أوكي، إمم، تمام، بطقوس وبعادات ملائمة. إمم، إذا استمر الشعور بعدم الأمان لفترة طويلة، هذا هو اللي إيش يعني، ما حيكون عنده مثلا، لما يجي يرجع طبعا حيجي باضطرابات كثيرة مختلفة. فلما يجي يرجع هنا حيرجع إنه مشتاق لكل الأشياء السابقة، وما إمم. حيكون في نبرة التذمر أو نبرة أنا هناك كنت بعمل كده. لكن إمم. في نفس الوقت حيرجع بمشاكل نفسية كثيرة جدا، وهذه أشياء بتحصل على فكرة كثير، بالذات مع الشباب السينجلز اللي هم الغير متزوجين أو الغير الذين لم متزوجين. يكونوا أسرة. إمم. نعم. تمام. طيب خلّينا نتكلّم عن مشاعر المغترب، بيبقى في خليط كده من المشاعر، آآ ما بين الاشتياق، ما بين الخوف، ما بين إنه متحمّس إنه يبني حياة جديدة، وإنه عايز يعمل أي إنجازات عشان ما يتقالش ده سافر ما عملش أي حاجة، ما نابوش إلا الغُربة، ما بين الحزن، يعني mix كده من المشاعر سيء للأسف الشديد. خلّينا نتكلّم عن أبرز المشاعر اللي بتكون أو بتنتاب المغترب. جميل. هي طبعا خصوصًا القوارير طبعًا، لإن إحنا كنساء لينا طبيعة مختلفة برضه عن الرجال، أو أكيد ليهم مشاعر وليهم أحاسيس وبيتأثّروا، لكن إحنا بنتأثّر شويتين 3. يوش 3 4 نتأثر كثير سبحان الله. إمم، طبعًا المشاعر اللي يعيشها المغترب بالذات في المناسبات سواء السعيدة أو الحزينة، يعني لا يشعر بها من هو في الوطن أو اللي مجتمعين مع بعض، لأنه عندنا التكاتف المجتمعي أو التعاطف الاجتماعي اللي بيحصل عليه الشخص، سواء كان عنده حالة حزن في الأسرة، يعني حالة وفاة، أو حالة فرح، عنده مناسبة سعيدة. مين اللي بيحضر
بيحضروا الجارات اللي أنت متربية معاهم، بناتهم، حفيداتهم، الخالات، العمات، أبنائهم، الخلان، مم. الأسرة اللي أنت متربية معاهم كلهم حاضرين. حتى لو مثلا كان في بعض الأسر تركت البلد أو هاجرت أو مم. اغتربت، مم. لكن الأغلبية بتكون موجودة. ايوه. فالتعاون أو التكاتف، ولما تيجي مثلا تشوفيها هي تعرفك وأنت تعرفيها، تعرف أنت بإيش حاسة وأنت عارفة أنها هي عارفة بإيش حاسة. مجرد إنه النظرات والطبطبة هذا بيساعد. فبالتالي المغترب أو المغتربة ما بتلقى هذه الدائرة. ليش؟ لأنها أصبحت في وسط جديد تماماً، بدأت تكون علاقات وصداقات جديدة، وأصبح عندها دائرة أمان جديدة، صحيح، لكن أي شيء يحدث له علاقة بالماضي أو له علاقة بأناس مم. آه، لهم علاقة بماضيك أو كانوا مؤثرين في حياتك، الدائرة الجديدة هذه ما تعرفهم، ما تعرفك أنت كيف كنتي معاهم، ما تعرف علاقتك قد إيش كانت وطيدة مع الشخص اللي فقدتيه، أو الشخصية اللي قاعدة تتزوج اليوم مثلا بنت عمك، بنت خالك. فالناس اللي حواليك ما يعرفوا قد إيش أنت متأثرة. فبالتالي حتى التعاطف أو حتى الطبطبة، الجلسة ايوه. مع بعض لما نيجي نعزي، أنا بشوف هذا الشيء لما بنيجي نعزي مثلا واحدة والدها توفى، إحنا لا نعرف الوالد ولا نعرف هي علاقتها بالوالد كيف كانت والدها، لكن نعرف إنه والدها، فبنتأثر على الحتة هذه. ايوه. وتكوني أنت عارفة إنه مم. هي عارفة إنك أنت مش متأثرة قد ما هي متأثرة. مم. فالأشياء هذه بتعمل لك حالة يعني من الحزن المتراكم، مم. عارفة، يتراكم مناسبة ورا مناسبة ورا مناسبة، بيتراكم، بيخليك توصلي لمرحلة إنه تبدأي تستنكري مشاعر اللي في الوطن. لما تكوني يعني زي ما يقولوا كده على الطرف، مم. لما يقولوا لك ما هي خلاص تقدر تعيش حياتها، تستغربي، لا، هي ما تقدر تعيش حياتها، هي إنسانة مم. مغتربة عاملة، عندها مشاكل وما في أحد جنبها، وما في، بتحسي إنك خلاص بتستنفري يعني مم. تستفزي من أي، تكوني حساسة بزيادة يعني. بالظبط. احنا موضوع نظرة المجتمع او حتى المقربين للمغترب دي هنتكلم عليها بشكل تفصيلي، ولكن قبل الختام انا عايزه اتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي مشاعر المغترب لما بالذات القوارير. انا ببقى حامل بعيد عن امي واخواتي، بولد بعيد عنهم، ولادي بيكبروا بعيد عنهم، ما بيعرفوش امي وابويا واخواتي الا من خلال برضو الشاشات. مشاعر ان عيلتي بتكبر بعيدة عن عيلتي الأساسية. فكلميني عن المشاعر دي للمغترب، وعن فعلا التكنولوجيا، هل فعلا الشاشات بتعوض ولو جزء من الحرمان من وجودنا في مناسبات مهمة جدا مع عائلتنا؟ يا شفتي كيف لما تبدأي أنت مثلا تفضلي تزني على أولادك، يعني توصلي لمرحلة الزن، كلموا خالتكم وكلموا عمكم أو اعملوا أو بالظبط. شوفوهم، تعالوا احضروا هو المناسبة. مش عارفها، هو مش عارفها هو اصلا، مفيش ما مشاعر فيش ربطاه أي بيها علاقة، علشان يروح يكلمهم. صح، ما بيحس بأي انتماء لهم، أو بأنه أشخاص مؤثرين المفروض، أو أنهم المفروض يكونوا أشخاص مؤثرين، لأنه ما في التواصل اللي الجسدي أو التواصل الروحي الدائم والمستمر كما كان. فهنا يعني طبعا مسؤولية كبيرة مضاعفة جدا على الوالدين، ايوه. ايوه. من ناحية إنه ربط الأبناء بأهلهم، وتذكيرهم بصلة الرحم، مم. تربيتهم على الدين، بحيث إنه هو الدين هو اللي حيخليهم يرجعوا على فكرة. يعني مش إنه ما في حنين طبعا لأنه ما بيعرفوهم، ما حيشتاقوا لهم، ما حيبغوا يتعرفوا عليهم لأنه ما يعرفوهم، ما في شيء يقربهم منهم. وفي نفس الوقت يعني بيكون في عقليات مختلفة، هم الأبناء على فكرة بيختلفوا، مم. بتختلف عقلياتهم عن عقليات أبناء الأخوان والأخوات اللي موجودين في الوطن أو في أقرانهم يعني. فهنا دور الوالدين مهم جدا في إنهم يكونوا واعيين بالنقطة هذه. فإيش اللي حيعملوه؟
إمم. يستمروا بالتواصل مع الأسرة الممتدة آه، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يستثمروا في تربية الأبناء دينيا. يعني الدين هو اللي إمم. حيرجعهم، آه. الدين اللي حيذكرهم صلة تمام. الرحم، إمم. علي أن أصل رحمي. إمم. آه، يعني هو هي القيمة الأهم اللي بتكون مكسب لينا كمغتربين في تربية أبنائنا. بعد كده يجي أي شيء تاني، بعد كده تيجي التفاصيل الأخرى اللي هو نحاول قدر المستطاع قدر الإمكان أن نلتقي بالأسرة الممتدة، سواء كان إنه نيجي على نفسنا مثلا عشان التذاكر عشان نروح كل سنة، آه. أو إن كان مثلا في بلد في بلد آخر، في بلد ثالث، إنه آه، الأهل نجتمع فيها آه. نجتمع فيه ونعمل هذه المناسبات بشكل دوري، بحيث إنه ينشأوا ويعرفوا ويتعايشوا ويتعاشروا مع أبناء مع أهلهم ومع أقرانهم من الأسرة الممتدة. ف بالضبط. إمم. يا طيب إحنا اتكلمنا مع حضرتك في العديد من النقاط المهمة، ولكن بقي أيضًا بعض الموضوعات المهمة، ومنها نظرة المجتمع للمغترب، إنه قاعد مرتاح ورفاهية وبيتفسح، وخصوصًا بقى لو في دولة من دول أوروبا، يا سلام! ده أنت كده قاعد يعني بتاخد دولارات، أو في دولة من دول الخليج بتاخد الريالات. ففي كل حال من الأحوال هم شايفينه إنه في نعمة. النظرة دي جات ليه وإزاي يتعامل معاها المغترب؟ في كتير من التفاصيل هنتكلم فيها مع حضرتك بإذن الله تعالى، ولكن في جزء آخر من الحلقة. لكن لا يسعني الآن إلا إن أنا أشكر حضرتك الأستاذة آمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات. شكرا جزيلا على وجودك معانا. والحقيقة لكل المشاهدين، الغربة مش بس رحلة كسب رزق زي ما كتير من الناس شايفاها وبتتكلم عنها، لكن الرحلة دي فيها رحلة من الوجع والحرمان، وفيها كل دمعة بتنزل من المغترب والمغتربة وهم لوحدهم وبعيد عن أهلهم، معاها دعوة صادقة إن ربنا يجمع ما بينه وما بين أهله. وكل حرمان أنت بتقابله بصبر واحتساب بإذن الله هيكون في ميزان حسناتك عند رب العالمين. المغترب بيفضل مستني يوم اللقاء، ويقعد يتخيل بقى لما أنزل في المطار وأقابل أهلي وأشوفهم ويحتفلوا بيا. بيبقى خايف يحصل لأي حد أي مكروه وهو بعيد، على طول قلقان. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرد كل مغترب لأهله وأحبابه ووطنه. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.